بيتكوفيتش مصدوم من بلايلي. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. هيا بنا لنتعرف على خبر اليوم. كان مهاجم نادي مولودية الجزائر يوسف بلايلي أحد اللاعبين الذي صوبت إليهم أنظار الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في نهائي كأس الجمهورية من أجل احتمال استدعائهم إلى صفوف المنتخب الجزائري. وكشفت صحيفة لوكومبيتيسيون الناطقة بالفرنسية أن المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مصدوم من ظهور النجم يوسف بلايلي بذلك الشكل في نهائي منافسة كأس الجزائر. واستنادا لأرقامه في المشهد الختامي، أصيب التقني البوسني بخيبة أمل كبيرة من المستوى السيء الذي ظهر به مهاجم كتيبة العميد في مباراة المنافس فريق شباب بلوزداد في نهائي الكأس. وفشل في بايلي في زيارة شباك كتيبة السياربي، كما لم يقدم أي تمريرة حاسمة لزملائه، فضلا عن تسديد لأي كرة على مرمى المنافس، ولم ينجح في تحقيق أي مراوغة ناجحة. وشد الاحتجاج المتكرر لنجم المولودية على قرارات حكم تلك المواجهة أنظار فلاديمير بيتكوفيتش الذي لم يتقبل ما بدر من يوسف بلايلي. واندهش مدرب منتخب الجزائري من اشتباك المهاجم الدولي الأيسر مع لاعب نادي شباب بلوزداد نوبل خاصف في حادثة تعكس تمسك بلايلي بعاداته الغير مقبولة رياضيا. وفقا لصحيفة اللوكومبيتيسيون، فإن التصرف غير رياضي الذي أقدم عليه لاعب نادي مولودية الجزائر اتجاه أنصار فريق شباب بلوزداد بعد نهاية اللقاء لم يلقي الرضا لدى الناخب الوطني. وخسر يوسف بلايلي نقاطا عدة في الامتحان الذي خاضه في نهائي كأس الجمهورية، مقلصا فرصة بشكل كبير من أجل العودة إلى صفوف المنتخب الجزائري خلال تربص شهر سبتمبر المقبل. وغاب مهاجم المولودية عن صفوف كتيبة الخضر في أولى تربصين أشرف عليها المدرب البوسني بيتكوفيتش خلال شهري مارس وجوان الماضيين. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات بشأن ما قيل في الخبر. لا تنسوا تحطوا اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.